علي نازج، أكلة تركية وسهلة جدا جدا. بصراحة شكلها مغري جدا. وأول حاجة هعملها هشوي البتنجانة ديت على النار. فأنا ولعت النار أهو زي ما انتم شايفين، وأحط البتنجانة عليها وهفضل أقلبها على النار لحد ما تتشوي. هنعمل دلوقتي اللحمة، ومعايا ليا مفرومة هنزل بيها، والنار هادية دلوقتي لحد ما اللية تسيح شوية. ومعايا لحمة متقطعة قطع صغيرة هنزل بيها. بعد كده هنزل ببهارات صحيحة، ورق لورا وحبهان وقرفة. اهم حاجه اللحمه تبقى متقطعه قطع صغيره. وبعد ما اللحمه اتحمرت شويه زي ما انتم شايفين كده وخدت لون، هنزل عليها بنص كوبايه ميه، وهغطي عليها وهسيبها تستوي وارجع لكم تاني. البتنجانه خلاص استوت وهحطها في الطبق زي ما انتم شايفين شكلها كده استوت. خطوه مهمه دلوقتي ان انا اغطي البتنجانه ديت عشان لما اشيل القشر بتاعها اعرف اقشرها كويس. وكده اللحمه بتاعتي استوت والميه اللي فيها خلاص نشفت. هبتدي اطلع البهارات الصحيحه اللي انا لسه كنت حاططها زي ما انتم شايفين كده واحطها على جنب. بعد كده هنزل بتوابل عباره عن بابريكا وفلفل اسود، وفي الاخر خالص هنزل بشويه ملح. وكده يبقى انا خلصت اللحمه. وطبعا تركيا معروفه باللون الشهير الاحمر في اللحوم، وده بسبب البابريكا. اغطيها تاني. انا كده كده طفيت النار خلاص، وهبتدي اعمل بقى ايه البتنجان. فيلا بينا. وجبت البتنجان اهو، هبتدي دلوقتي اقشرها. واهم حاجه ان انا اغطي البتنجانه بعد ما اشيلها من على النار عشان تبقى سهله في التقشير زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما نضفتها فرمتها بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، هجيب بوله احضر فيها وهنزل بقى بالبتنجان اللي انا لسه مقطعه وفرمه. بعد كده هنزل بزبادي. كميه الزبادي قد كميه البتنجان، فعلى حسب بقى البتنجان اللي انتوا عاملينه هيبقى قد ايه تنزل بنفس الكميه بتاعها زبادي. واهم حاجه لو الزبادي فيه ميه احاول ان انا ما انزلش الميه بتاعت الزبادي مع البتنجان. بعد كده هنزل بفصين توم مفرومين. بعد كده هنزل بعصير ليمونه، وفي الاخر خالص هنزل بشويه ملح. وهبتدي اقلب كل ده مع بعض. وكده يبقى انا حضرت البتنجان والزبادي. جبت بقى الطبق عشان اغرف فيه، وهبتدي انزل بالبتنجان في الطبق. وكده يبقى شكل البتنجان بعد ما حطيته في الطبق. هجيب بقى اللحمه اللي احنا عملناها وهنزل بيها على البتنجان. والطاسه دي زي ما هي كده هنزل بمكعبين زبده واحطها على النار واجي لكم تاني. وكده بعد ما حطيت زبده في الطاسه، انا ما حطيتش توابل ولا بابريكا تاني، انا بس حطيت زبده وسخنتها. هبتدي بقى انزل بيها على الطبق. وكده يبقى انا خلصت الطبق بتاعي، وزي ما انتم شايفين يعني شكله جميل وريحته جميله. ونبتدي ايه ناخد لقمه كده قويه زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. يعني بصراحه شكلها مغري جدا. بسم الله. طعمها حلو قوي وخفيفه على المعده، وحلوه قوي في الحر اللي احنا فيه دوت زي ما انتم شايفين كده. وطبعا المطبخ التركي قريب جدا من المطبخ المصري، فطعمها يعني مش غريب. وطبعا ما تستغربوش من اسمها علي نازج، زي ما عندنا ام علي وصابع زينب هم عندهم علي نازج. فيا رب تجربوا الطريقه زي ما انتم شفتوا، ما خدتش وقت. وبصراحه الطعم بتاعها النهائي يعني جميله جدا وخفيفه على المعده. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هكمل اكل انا بقى واسيبكم. سلام.